لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقائنا اليومي في هذه الخاطرة الصغيرة القصيرة إن شاء الله، لكنها بإذن الله مفيدة في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول. ووعدنا إخواننا وأحبابنا أن نتدارس سويا إن شاء الله كتابا جميلا رائقا مختصرا، وهو في سيرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا بالأمس به حتى وصلنا إلى قوله المصنف رحمه الله: قال رضاعه صلى الله عليه وسلم. قال رضاعه صلى الله عليه وسلم، وينفع نقول رضاعه وينفع نقول رضاعه صلى الله عليه وسلم. فقال تحت هذا العنوان: وأرضعته عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. طبعا السيدة حليمة كانت إحدى مرضعات النبي وأشهر مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرضعة، منها حليمة، وسوف يأتي ذكر البقية، ومنهم ثويبة، ومنهم بركة الحبشية اللي هي أم أيمن. فقال رحمه الله: وأرضعته عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وعندها شق صدره صلى الله عليه وسلم، وملئ حكمة وإيمانا بعد أن استخرج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم. وقعت شق الصدر هذه حدثت أكثر من مرة. أولها كانت هذه المرة وهو دون ال4 سنوات عند حليمة السعدية في ديار بني سعد، ولكن حدث بعد ذلك أكثر من مرة موضوع شق الصدر. وشق الصدر هذه شق صدره صلى الله عليه وسلم، وأخرج قلبه، ونظف مما فيه من أي علائق للدنيا أو للشيطان، وملئ حكمة وإيمانا، ورد مكانه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ليس هناك مكان للدنيا في قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك من أمراض القلوب مرض موجود في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى اصطنعه على عينه ونفذه ونظفه من كل أمراض القلوب جميعها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وأرضعته صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب. ثويبة هذه كانت جارية لأبي لهب، ولما جاءت تبشر أبا لهب وعم النبي عليه الصلاة والسلام بولادة آمنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فرحته، لأنه ده ابن أخوه اللي مات صغير، فمن فرحته بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اذهبي فقد أعتقتك إكراما لمحمد ابن أخي. هذا أبو لهب، وهو اللي فعل هذا لميلاده، هو الذي لما قال أنا رسول الله قال له: تبا لك سائر النهار، لهذا جمعتنا. وهكذا. فهذه الجارية كانت جارية لأبي لهب، وهي التي اعتقها، فلزمت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعته أيضا. وهي بالمناسبة أرضعت عمه حمزة بن عبد المطلب أيضا، ولذلك حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخوه من الرضاعة من وجهين: من خلال ثويبة أنها أرضعت الاثنين، ومن خلال حليمة أيضا، لأنه حمزة بن عبد المطلب أيضا ذهب قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعه بنو سعد. يقول: وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية. بركة الحبشية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة: هي أمي بعد أمي، هي أمي بعد أمي، السيدة أم أيمن. فهي تكنى أم أيمن، لكن اسمها بركة، وجنسيتها أنها من الحبشة. وأيمن هذا ابنها أسلم، وهو بدري. يعني بدري يعني حارم مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر،
وهي كما قال عنها وسلم هي أمي بعد أمي. ورغم ذلك زوجها سيدنا زيد بن حارثة اللي هو كان ابن النبي عليه الصلاة والسلام بالتبني قبل تحريم التبني، فكان ابنا له قبل التحريم التبني. فتخيل زوج ابنه بالتبني لأمه بالتربية والاحتضان اللي هي السيدة بركة الحبشية. والغريب أن سيدنا زيد بن حارثة كان أبيض البشرة أزرق العينين أحمر الشعر، والسيدة بركة الحبشية كانت سمراء وكبيرة في السن، أكبر منه، أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام سنا وأكبر من سيدنا زيد طبعا. ورغم ذلك زوجه إياها، ومن فضل الله أن ينجب على كبر سنها أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. وعاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات، عاشت أم أيمن عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات. وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، يعني إرث النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه فيه غلمان وفيه جواري وفيه عبيد وفيه جمال وفيه بيوت، ومن ضمنها أنه ورث بركة الحبشية عن أبيه عبد الله. فلما كبر اعتقها وزوجها زيد بن حارثة كما قلت لكم. طيب، نشأته صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا محتاجين ان احنا طول ما احنا جالسين في هذا المجلس المبارك ان نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: نشأته صلى الله عليه وسلم. قال: وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، وهذا هو الصحيح والمشهور، وإن كان كما قال وقيل وله شهران، يعني بعض الآراء التاريخية تقول أنه ولد لشهرين ثم مات أبوه، وقيل 7 أشهر، وقيل مات أبوه وهو له 28 شهرا، لكن طبعا الراجح والمشهور أنه مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. يقول: وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، وقيل 6 سنوات، وهذا هو المشهور. طيب، وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب. جده عبد المطلب أخذه لما ماتت أمه وهو عمره 6 سنوات وكفله وأكرمه. وعبد المطلب كان مهيبا في مكة كلها وفي قريش خصوصا وفي بني هاشم بأخص الخصوص. عبد المطلب كان مهيبا، أكيد فاكرين جميعا لما جاء عند أبرهة، فأبرهة في صولجانه ومكانته وجيشه وفيله وهذا، ورغم ذلك لما دخل عبد المطلب عليه بهيبته ومكانته نزل من على عريشه وأجلسه بجواره وأكبره وعظمه لمهابته البادئة عليه. عبد المطلب كان مهيبا وكان سيدا في قومه كثيرا، وله طبعا أبناء كثر أكثر من 10، وله أحفاد. فكان إذا جلس المجلس وجاء بنوه وذريته ونسله فكان له مكانة كبيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنوات، ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبقه فيجلس في المجلس، مجلس عبد المطلب تحديدا، فالكل يهم به ويقول له: تعال هنا تعال هنا يا محمد تعال هنا، يعني علشان ده مكان. فكان يقول عبد المطلب: اتركوه إن ابني هذا سيد، تنبؤا له يعني بما رآه فيه صلى الله عليه وسلم. ولكن مات جده وهو ابن 8 سنوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فانتقل أمره إلى عمه أبي طالب. وعم أبو طالب هو عم من أكثر من 10 أعمام، والحقيقة هو كان أكثرهم عيالا وأقلهم مالا، أكثرهم عيالا وأقلهم مالا، لكن كان أكثر من يحبه من أعمامه جميعا، كان يحبه حبا كبيرا. زرع الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الرجل، سبحان الله، بل وقدمه على أبنائه، قدمه على أبنائه، كان عنده أبناء كثر، ورغم ذلك قدمه على أبنائه، كان يقدمه على أبنائه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان لا يأكل حتى يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ثم يأكل هو وأبنائه من بعد ذلك. وزيادة على ذلك
زوجة أبي طالب. تعرفين أنه ممكن يبقى عمك حنين عليك ولا قريب منك ولا كذا، بس مرات عمك يعني إيش اللي دخلها من عيلة تانية ورغم ذلك كانت المرأة تحب، كان اسمها فاطمة، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا جدا، وهي أيضا من ضمن من قال عنها هي أمي بعد أمي. وطبعا هي يعني كانت لها مكانة كبيرة عنده. هو لما ماتت دفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبكى عليها وقال هي أمي بعد أمي، ودعا لها بخير، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أوته وهو صغير وحنت عليه وهو يتيم. وأبو طالب طبعا لا ينسى مكانته، لكن للأسف الغالب من الأخبار أنه لم يسلم. قال فوليه عمه أبو طالب، ولما بلغ 12 سنة و2 و10 أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما بلغ بصرى رآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاءه وأخذ بيده وقال هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا. ثم قال لأبي طالب لئن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود، فرده خوفا عليه منهم. طبعا هذه الوقعة من حيث أنها حدثت، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، نعم، والتقوا شخصية اسمها بحيرة وهو كان راهبا، صحيح، وتنبأ بكونه أنه يعني أنه استثنائي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا صحيح، وقال شيئا من هذا القبيل، لكن فيه بعض التفاصيل قد يكون فيها من الزيادات أو عدم التأكد من ثباتها، لكن الواقع حدثت بتفاصيل يعني تتفق في بعضها وتختلف في بعضها، لكن الواقع حدثت. يقول ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها. فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وكان ميسرة يقول إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان من السماء انظرهما يظلانه صلى الله عليه وسلم. طبعا ميسرة هذا كان غلاما للسيدة خديجة يعاونها في التجارة تحت يدها كما يقولون. السيدة خديجة طبعا كانت متزوجة قبل ذلك، وورثت من أبيها ومن زوجها أموالا، وكانت امرأة وضيئة نسيبة حسيبة ثرية عاقلة رشيدة، وكانت يعني تفعل أموالها في التجارة، لكن طبعا ما تزاحم الرجال مثل الحرائر. طبعا في كل عصر الحرائر في كل عصر لا يزاحمن الرجال، ولديهن من الرشد والحكمة والحياء والعفة ما يمنعهم عن ذلك. وبالتالي فكان التجار في بعض الأوقات يعني يعمل ويتكسب من ورائها ولا يعطوها كثير مال، حتى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر أمره في التجارة، فاقترح عليه ميسرة أن يعمل عندها، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بالشراكة، يعني مش يعمل عندها براتب وإنما شراكة، فقبلت بذلك، وفعلا تجارتها تغيرت من حال إلى حال، ونقل لها غلامها ميسرة كثيرا من غرائب أحواله صلى الله عليه وسلم، كلها طبعا غرائب إيجابية. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني 25 سنة تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها باقتراح من بعض الوسطاء وقبول من كل الأطراف. في الحقيقة كله كان سعيد بهذا الأمر. أنا فقط أريد أن ألفت النظر إلى أنه مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 25 سنة هذا كان صحيحا، أما عمر السيدة خديجة 40 سنة هذا يحتاج إلى مراجعة.
ويحتاج إلى تحقيق حقيقة يعني، لأنه طبعا السيدة خديجة 40 سنة وعاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام 25 سنة. بعد ذلك لم يتزوج معها امرأة أخرى، وأنجبت له يعني حتى قبل موتها بأوقات قليلة السيدة فاطمة رضي الله عنها. فمش ممكن يكون تزوجها عندها 40 سنة يعني، وإن كان هذا المشهور لكن يحتاج إلى تحقيق. والأعمار بالعموم على فكرة في ذلك التوقيت تحتاج إلى تحقيق، وفيها منها ما هو محقق ومنها ما هو غير محقق، لكن نظرا لأنه نقلت، والنقل ينقلون ويعتبرون أن من أسند فقد برئ. يقولون هذا الكلام قديما أهل الحديث، من أسند، خاصة القدامى منهم، من أسند فقد برئ. يعني أنا مش بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بكذب على الصحابة، ولا بكذب على السيرة النبوية، لكن أنا نقلت عن ثقة، والثقة نقل عن ثقة، والثقة نقل عن ثقة، حتى وصلت إلى أنه نقل الخبر هذا. الخبر هذا بقى أنت لك عليه تحفظ، قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح، دي قصة أخرى، بس أنا لا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنقل. فبالتالي كانوا يقولوا من أسند فقد برئ. فالكل نقل عن ثقة أنه كان عندها 40 سنة، لكن طبعا 40 سنة هذه تحتاج إلى كما قلت إلى إيه؟ إلى مراجعة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة حدثت قصة أخرى، وبها نختم إن شاء الله بإذن الله ليلتنا هذه. حدثت قصة أخرى وهي حرية بالكلام، أو بالأحرى حصل أمران. الأمر الأول وهو تهادي الكعبة. تهادي الكعبة. إيش تهادي الكعبة؟ الكعبة مبنية بناء قديم، وهو طبعا من أوائل الأبنية على وجه الأرض، وأول من كساها التبع حسان اليماني، هو أول من كسى الكعبة. ثم بعد ذلك لما كساها صار بعد ذلك كل عام الناس تكسوها، أو كل فترة الناس تكسوها، فيكسوها فيضع الكساء فوق الكساء فوق الكساء. فبمرور مئات السنين صارت الكعبة صحيح هي مبنية، وصحيح الكساء اللي عليها المتتابع زممها ان هي تقع، لكن البناء من الداخل عمال يتهاوى وينزل شيئا فشيئا، حتى كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 35 سنة. هنا اجتمعت كلمة كبار قريش إلى ضرورة أن يعيدوا بناء الكعبة، لأنها صارت كومة من الحجارة والتراب وفي ظل غلاف قماش فقط. فماذا حدث؟ استقروا على ذلك. فلما استقروا على ذلك اشترطوا شروطا عجيبة، هي عجيبة لعصرهم لكن مش عجيبة في بيت الله. تخيلوا هؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر ويأيدون البنات ويقتل بعضهم بعضا ويعبدون 360 صنم من دون الله، اشترطوا إنه حينما يهدموا الكعبة ويبنوها لا يدخلوا في بنائها مال بغي ولا مال خمر ولا مال بغي. هذه الأموال التي أخذت